السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. معلش انا مرهقة كده النهاردة، انا تعبانة من امبارح. ادعوا لي كده ربنا يشفيني يا رب كده ويقويني شوية. انا قلت بس النهاردة هنعمل اكل بسيط كده واشارككم معاه. بس هنحط مع بعض السمنة الاول. انا هشوح بس اللحم ايه تشويحة كده، هشوحها بحتة سمنة كده بس، يعني اديها لون كده بس. ابينها كده. هي اللحمه بتاعتنا هي ملبسه شويه، هحط عليها شويه فلفل اسود. وهنا هنا الصلصه اعملها معاكم برضو بالمره. انا حاطه توم اهو في الحله، واحط برضو حبه فلفل اسود، واحط حبه سمنه، يعني معلقتين سمنه كده زي ما انت عايزه يعني. هقلب بقى اللحمه نشوحها مع بعض شويه. انا ساعات بعملها برضو بالطريقه دي، وساعات يعني الشوربه تغلي، الميه تغلي ولا ايه، واحط عليهم البتاع ده، واحط عليها اللحمه. فالمره دي بقى قلت مش فارقه، يعني ايه نجرب الحته دي عشان عايزين اللحمه محمره شويه، وهما ما بياكلهمش لما احمرها في الطاسه، يعني احط عليها حبه زبده كده، بيحبوها كده اكتر. اشوح كده اللحمه، يعني تشويحه بس كده اللي هي تاخد لون بس. حبتين اهو، ورق لوري. ما ننساش هنا الثومه. هحط بس ايه معلقه صلصه، عشان الصلصه الطماطم مش عندي يعني مش حمرا قوي، معلقه كده. والخل، بق خل كده، بق صغير كده، يعني معلقتين خل كده. وبعد كده احط الطماطم. احط الطماطم كده، وكده بقى خلاص هي اتحمرت تحميره حلوه كده. هحط الميه. هحط بقى البصلايه دي بتاعتها، واحط الطماطم. البصلايه احط يعني ايه، انا مقطعاها كده، بحط ساعات عليها فلفل اسود، بس انا حطيت فلفل اسود في اللحم. خلاص كده بقى سيبها ايه مع نفسها تتسبك شويه. وهنا الطماطم خلاص، هحط ملح، بس هحط ملح على الصلصه، مش هحط ملح على اللحم. وحبه سكر، يعني ايه نص معلقه كده. وهنقلها هي بقى ورا هنا، وانا هعمل الرز هنا مع نفسها بقى هنا كده، وهنا هعمل الرز. بس في نفتح، هنحط سمنه هنا، دي انا هعمل الرز، وحبه سمنه هنا على العيش هحمصه. وبعد ما يتحمص هحط معلقه توم، بس مش هحط التوم دلوقتي عشان التوم ما يتحرقش. انا بس هحط ايه هنا الرز انا غسلته. عندك بقى واحده مستكه هتحطيها. انا بقى اكتفي، انا مش هحط حبانه، اكتفي اللي في الشوربه، عشان انا اسقيه اصلا ايه من شوربه اللحمه. في بقى بيسقوا ميه عشان الشوربه بتسمر الرز، بس انا ما بحبوش. ما دام عندي شوربه بصراحه ما بحبش اسقي الرز ميه. بس هحوره كده، هحط الملح
والعيش بقى ايه يعني ايديا فيه كده يتحمص. اول ما تخش في التحمير روح حط عليه معلقه ثوم. ما احطش الثوم في الاول بس عشان ما يتلسعش معايا مره. والرز هقعد احمر فيه شويه كده وتبقوا معايا. احط بس على الشوربه استنى بس الشوربه تغلي شويه واحط عليها البتاع. بس لازم تشيلي الريم ده. انا هشيل الريم اللي في الوش ده معلقه. اشيل الريم اللي في الوش وبعد كده هتغلي غلوه وحطي بقى على الرز. وده العيش بحمصه معاك اهو عشان ما اطولش عليكم. بس هحمص العيش شويه وارجع لكم. انا هحط حبه توم اهم ويا دوبك بقى ايه تقلبتين كده وخلاص. هي هتبقى دسمه شويه بس بتبقى طعمها حلو. خلاص كده هشيلها من على النار واحط الشوربه يلا الشوربه غليت معانا. هنحط حبه على الرز كده. معلش سامحوني بقى انا واقفه والله يعني مش قادره اقف. ده بيبقوا حبه رز بقى زي العسل اللي ايه يعني. انا بحط كام يعني مش كلها شوربه برضو. ولازم شويه ميه كده عشان حطيت العيش اللي انا حمصته. هحط عليه شويه شوربه وهحط مش كتير يعني الشوربه مش كتير. هي الشوربه بصوا دسمه. قربي شويه بس دسمه الشوربه ده. بس ما بحطش الشوربه كتير بحيث برضو ان العيش يبقى ايه يعني فيه قرمشه شويه كده. وهحط حبه صلصه برضو مش كتير. اللي انا بس ايه بطعم العيش بس. وادي الرز. اغرف بقى الرز على طول ما اخليش العيش يعني يتبلي كده. هغرف الرز. بص الرز شكله من الشوربه عامل ازاي يعني. انا بحبه مصفر كده. هحط بقى الصلصه. انا عامله حاطه رزي بس هنا عشان في ولادي ما بياكلوش الفته. فاللي عايز رزي براحته واللي عايز يعني فته هي براحته. بس الفته بقى مع العيش مش قادره اقول لكم طعمها عامل ازاي. العيش اصلا لما تحمصيه تحمصي العيش مع التومه كده بيدي طعم جميل. حطي بس اللحمه نحطها كده. ممكن بقى تحمريها بحته زبده. تحطيها كده يعني. احنا ساعات بنعملها كده وساعات بنعملها كده زي ما انت عايزه وزي ما انت بتحبي. احط بقى شوربه لوحدها. بس حبايبي انا خلصت الاكل اهو. هو اكل بسيط كده بس يعني الحمد لله خلصت اهوت. ومعلش بقى على شكل ده يعني. يا ريت تدعوا لي كده ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. انا رايحه دلوقتي للدكتوره فان شاء الله يكون خير باذن الله. يا ريت اللي يسمع الفيديو ويدعي لي كده ربنا يشفيني يا رب. ومتشكره قوي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله. خدي